ماكدونالدز عمل ساندوتش اسمه تريبل تشيز، برجر كينج عمل كواترو تشيز. ايه موضوع التشيز ده؟ طيب سواء تشيز ماكدونالدز او تشيز برجر كينج الاثنين اسعارهم ضحك خام. ماكدونالدز لسه منزل امبارح ساندوتش اسمه تريبل تشيز، هو مش موجود عندهم في المنيو، هو موجود على الابلكيشن بس. خلينا نبدا بيه هو الاول. ده الساندوتش، مناديل والريسيبت. نفسكم حتى كيس كاتشب. انا هقول لكم على الاسعار، استنى. فكره الساندوتش ببساطه ان هو حاطط لك 3 قطع لحمه، 3 قطع تشيز. سعر بقى الصغنن ده كام؟ الساندوتش الجميل ده 105 الساندوتش بس من غير كومبو، من غير اي حاجه. هو محطوط من جوه كده كاتشب، خيار مخلل، وقطع البيف العاديه بتاعت ماكدونالدز، يعني ما فيهاش افتكاسه كتير، وبصل برده من تحت. بسم الله. عادي جدا من جوه، نفس اللحمه بتاعت ماكدونالدز ونفس كل حاجه. فالموضوع ما فيهوش افتكاسه كبيره قوي. بيتهيألي كان ممكن انت اصلا تروح تعمله لو انت عاوز. انت ممكن تختار تشيز برجر اللي هو زمان كان ب 18 جنيه تقريبا، دلوقتي بحاجه و60، وتعمل اضافه لحمه، اضافه جبنه، واضافه جبنه. بيج ماك احلى والبيج تيستي احلى، خصوصا كمان على السعر 105. مش شايفه خالص يستاهل السعر ده. لا 105 سواء حتى في ماكدونالدز انت ممكن تجيب سندوتشات احلى من كده. فبرجر كينج بقى عمل الكواترو تشيز، اللي هو احنا هنعمل 4 تشيز. وبصراحه برجر كينج منزلها قبل ماكدونالدز بيومين تقريبا، فانا ما اعرفش هم كانوا عارفين بقى فلحقوا قبله ولا ايه الدنيا. فمناديل الساندوتش، بصراحه الساندوتش شكله كبير شويه عن ماكدونالدز، بس هو اغلى. كوينو مختلف خالص عن الجبنه. انا حاسس اصلا ان ده مش ده كواترو تشيز عادي كايزر ماشي، وخس طماطم، في صوص مايونيز، قطعه برجر واحده بس. هنا كان في 3 بس هي بصراحه قطعه اكبر. المفروض ان في جبنه هنا، معرفش بقى ده ميكس جبن مثلا ولا ايه، بس مش عارف ليه حاسس ان الساندوتش ده هو ده كده الكواترو تشيز، اللي هو 4 انواع جبن مثلا. هو ده فكرتهم مثلا عن الموضوع. هو انا رحت جبت السندوتشات بنفسي يعني، مش دليفري او حاجه. هو انا ما قلتلكوش سعر السندوتش الجميل ده 135 جنيه سندوتش بس، من غير بطاطس، من غير بيبس، من غير اي حاجه. الاسعار بقت غريبه شويه فمش عاوز اعلق عندها كتير. بسم الله. هو الكواترو تشيز دي كان ممكن تطلبها فراخ فيليه يعني، او بيف اللي هو سندوتش الوبر. بس انا مش عارف ليه برضو حاسس ان انا جاي لي سندوتش غلط. والسندوتش برضو بصراحه يعني جوسي كده لا مؤاخذه، وبيبص كده صوصات من كل حته، بس كلها صوصات جبنه، لو يعني هي دي التشيز اللي هم حاطينها. بصوا حتى سايله ازاي. الساندوتش طعمه لذيذ بصراحه، ويعني ميكس الصوصات كده جواه حلو. بس 135 جنيه في الساندوتش ده سعر مبالغ فيه شويه. كمان انا مش حاسه فارق اي حاجه عن الوبر العادي. يعني انت ما وقفتليش حاجه يعني اللي هو واو ده ساندوتش جديد اجري جربوه. وعامه سواء ماكدونالدز او برجر كينج نوع اللحمه عندهم ما بيبقاش احسن نوع لحمه تاكله، دي حاجه كلنا عارفينها. تبقى حاجه فاست فود كده لذيذ. بس 135 جنيه لا عندك بدائل تانية كتير جدا. دول السندوتشين اللي ماكدونالدز وبرجر كينج بيضربوا بعض بيهم، بيضربوا بعض بالتشيز. اسعار بصراحه بقت اوفر شويه. فهل انتوا شايفين ان الاسعار دي تستحق السندوتشات دي، ولا في بدائل كتير ممكن نجيبها ب 100 جنيه؟ ما تنساش لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير. لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي تاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.